ازاي تلم المنهج في ساعة زمن؟ أول حاجة تعمل كوباية شاي، ادي كوباية الشاي. تاني حاجة المنهج، ادي المنهج. تالت حاجة تبدأ الساعة 9 بالظبط. 8:59 الساعة 9. رابع حاجة القلم. كوباية الشاي باظت. أين القلم؟ أين القلم؟ أين القلم؟ هروح أنام بدور عليه بعدين. هنتعلم في الفيديو ده أكبر معلومة بديهية. أهلا بيكم مع رسميكم. ده هيكون الدرس السابع من كورس خليك جدع، واللي بنكمل فيه الشرح المفصل لكتاب أول 20 ساعة لاكتساب السريع للمهارات للمؤلف جوش كوفمان. تقدر تشوف الدرس الأول والثاني من الآي اللي فوق عشان تفهم هدف الكورس وليه سميناه كده. كمان ضروري تشوف القاعدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. القاعدة الخامسة من 10 قواعد لتعلم المهارات بسرعة: احصل على الأدوات اللازمة. في بعض المهارات بتحتاج بعض الأدوات عشان تبدأ في تعلمها والتدرب عليها. النصيحة هنا إنك توفر كل الأدوات ديت قبل ما تبدأ في التعلم، عشان ده هيوفر عليك وقت بعدين ومش هيخليك تتعطل في الطريق. لو كنت عاوز تتعلم تصوير لازم تجيب كاميرا، لو كنت عاوز تتعلم مونتاج لازم كمبيوتر وبرامج مونتاج وهكذا. بس هو الله يخليك تاخد عدم توفر بعض الادوات ديت حجة للتسويف وان انت تأجل تعلمك للمهارة، ولكن الافضل انك تبدأ بأقل الامكانيات اللي تناسبك عشان تقدر تطورها لو حبيت المهارة دي. هكرر عليك تاني، معلش هتلاقي ان في بعض القواعد ديت بديهي، ولكن لازم تكون فاهم كويس جدا ان معرفة القواعد مش كافي، ولكن الاهم هو تطبيقها. في بعض المهارات مش هتحتاج فيها انك تستخدم ال10 قواعد مع بعض، ولكن على الاقل هتستخدم شوية من القواعد دي. المقولة بتاعت النهاردة بتقول: سر المضي قدما هو البدء. هل مناسب معاك يا برو يا سيس اننا نطول وقت الفيديو ونزود المعلومات ولا نستمر على كده؟ اكتب لنا في كومنت. هنعرف في الفيديو الجاي ازاي نتخلص من الذباب. لو مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل اللي عليك وخليك جدع.